الأيام دي بقى أنا كنت جيت مع حودة القاهرة، بس أنا أهملت عشان أنا يعني أخوه تخلى عنه رغم إنه بيعتبره ابنه، اتظلم كتير وشال المسؤولية من صغره، وشقيان وملوش في أغاني المهرجانات الشعبية وكار التمثيل مش كاره، أذى نفسه كتير والكسل ضيع له مستقبله ورجع من تاني بقوة وهيكسر الدنيا. أسرار تيتو بندق أخو مطرب المهرجانات الشعبية حودة بندق، إيه أسرار حياته؟ يا ترى في مشاكل بينه وبين أخوه حودة بندق؟ ليه اختار يبعد عن الغنى رغم إنه بدأ قبل أخوه؟ ليه ما كانش قادر يعيش في القاهرة؟ كل التفاصيل دي هتعرفوها في الفيديو اللي معايا ده، بس علشان توصل لكم كل الأسرار عنه اسمعوا الحكاية للنهاية. تيتو بندق، أكيد أول ما تسمعوا الاسم ده وتعرفوا إنه أخو مطرب المهرجانات الشعبية حودة بندق هتقولوا بس دي العيشة المرتاحة وكل اللي عايزه مجاب وعايش حياته بالطول والعرض وفي بقه معلقة دهب وأخوه واقف في ظهره وبيساعده. كل تخمينكم ده لا، هو يا عيني عليه محدش يعرف إن حياته صعبة قوي وشقيان من صغره، رغم إنه أكبر من حودة وإنه كان مطرب شعبي مشهور في منطقتهم في اسكندرية، بس هو كان حظه قليل قوي وتقريبا ما كانش حد مهتم بيه زي أخوه حودة. واللي محدش يعرفه إن تيتو بدأ الغنى من قبل أخوه بحكم إنه أكبر منه، وكمان نزل ألبوم غنائي وعمل أغاني كتير، بس كلهم كانوا بعيد عن أغاني المهرجانات لأنه بدأ قبل ما المهرجانات دي تنتشر ويبقى ليها جمهور. الحقيقة إن كل أغاني تيتو بندق كسرت الدنيا، ومع ذلك أخوه لما بدأ ودخل المجال اتعرف أكتر منه بكتير وبقى ليه اسم. وللأسف فجأة تيتو ما قدرش يكمل مسيرته الفنية بسبب إنه ما كانش قادر يروح يقعد في القاهرة بسبب إن حالته برضه على قد الإيد، وكمان متجوز ومع أولاد وما كانش يقدر على عيشة القاهرة دي، غير إن في ظرف كبير حصل له منعه من نزول القاهرة. الغريب بقى إن أخوه حودة بندق لما اتشهر اتخلى عنه وما ساعدوش خالص، بس تيتو ما بيحبش يقول كده وبيحكي دايما إن ده أكيد غصب عنه، ما يقدرش يساعده وهو ابن دمه وبيعتبره ابن الكبير وبيعمل اللي هو عاوزه، وعمر ما في حاجة هتفرق بينهم مهما حصل. الشغل حاجة وإنهم إخوات حاجة تانية. من أصله وطيبة قلبه بيقول هفضل على طول في ظهره طول العمر. يقول كمان الحقيقة إن أنا أذيت نفسي بنفسي لما ما نزلتش القاهرة علشان أكمل مسيرتي، وكمان الكسل عطلني كتير عن شغلي، ده غير إني اتظلمت كتير من الصحافة ومحدش وقف جنبي ولا دعمني، فمش هتيجي على أخويا يعني. أي كلام بيقول إن في ما بينهم خناقات ده مش حقيقي، ويا ريت بلاش تقولوا كده تاني. المفاجأة إن تيتو بيقول كار التمثيل مش كاره رغم إنه شارك في أكتر من فيلم، بس كان يا دوب بيقدم مشهد صغير والباقي بيغني، مع ذلك مش حابب التمثيل خالص وعاوز يكمل مسيرته في الغنى. هنا بقى قرر تيتو بندق ينزل القاهرة ويستقر فيها هو وعيلته، وكمان عمل أغاني كتير وهينزلها وناوي يرجع بقوة جامد جدا لجمهوره علشان يحقق نجاح كبير ويكسر الدنيا ويبقى ترند وجاب الناس كلها تسمع أغانيه. المفاجأة الكبيرة إنه عامل أغاني مع أخوه حودة بندق، وطبعا دي أغاني مهرجانات علشان لقى إن المهرجانات جمهورها بقى كبير وبتحقق نجاح كبير، فقال وليه لأ ما أغني مهرجانات.